بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة الدرر، قناة القصة والحكمة والشعر. هدف القناة أنني غادي نقدم لكم قصص لأعظم الشخصيات الإسلامية، وكذلك قصص القصائد العربية والدارجة المغربية، مع الغوص في بحار اللغة العربية والبحث عن الصدفات الشعرية المليئة بالدرر والحكم الأدبية. فإذا بغيتي تتعرف على الناس اللي كان لهم فضل بعد الله عز وجل باش يوصلك هذا الدين، وتعلم شوية المفردات العربية باش ما تبقاش تلقى مشكل إن شاء الله مع الكتب ولا الدروس اللي كتكون كتكلم على بحال هذه المواضيع اللي غالبا اللغة ديالها كتكون صعيب أنك تفهمها، فغنكون سعيد جدا بانضمامك إلى مجموعتي مجوهراتي النفيسة. الفيديو اللي فات كنا تكلمنا على سلمان رضي الله عنه وكيفاش قدر أنه بالإصرار ديالو يوصل الهدف ديالو ويلقى الدين اللي كيبتل الحقيقة بعينها. وإلا لاحظتوا أنه كاين فرق كبير بين محمد اللي في ذاك الفيديو ومحمد اللي كتشوفوا دابا، حيت الفيديو اللي حطيت الأسبوع الماضي كنت مصوره العام اللي فات وكنت توقفت الأسباب خاصة، ففيديو اليوم هو اللي غادي نعنوا به على العودة، وإن شاء الله غادي نولي نحط فيديو كل أسبوع. وبما أنني مازال ما وجدتش الكمالة ديال الفيديو الماضي اللي غادي يكون على الحياة ديال سلمان رضي الله عنه، فقلت نحط لكم واحد الفيديو اللي عنده مكانة كبيرة عندي، وما عمرني كنت نتوقع أنني غادي نحطه شي نهار في يوتيوب، حيت ما كنتش مصايبه على قبل يوتيوب، وكنت صايبته غير على قبل واحد النشاط كنا درناه في الجامعة. داك النشاط كان على الثقافة المغربية، وكان صادف الموت ديال واحد الراجل اللي كان عزيز عليه بزاف. فسبحان الله كنت كنكتب هذيك القصيدة وجات مع ديك الأحداث اللي وقعوا، وشفت ديك الانتفاضة ديال الدراري ديال الحي وكيفاش أنهم ساعدوه وكل شيء تعاون باش يديروا داك النعي ديال داك الشخص. فوظفت هذيك الصورة في ديك القصيدة، وكانت هي أكثر شيء مناسب يمكن يعبر علينا حنا كمغاربة. ملي نقول لكم قصيدة راه ما كيعنيش أنني كنعرف الشعر ولا شي حاجة، غير كيعجبني الشعر وكنسمع ليه بزاف فكنكتب شي حاجة تقدروا تسميوها خاطرة ماشي قصيدة. فنخليكم مع القصيدة، مشاهدة ممتعة. ذكر المغرب يتسرسب شلال القوافي، ما نسيت أصلي ولا نكرت سلافي، نبدا بالصحراء ولا نبسمل بالريفي. نذكر عبد الكريم، نذكر المعدن الصافي اللي ضحى على بلاده ورضى بالعيش الحافي، قاوم الفرنسيس ومعاهم الفيافي، نظل نمدح كلامي ما كافي، نظل نمدح كلامي ما كافي. ندوز للصحراء ويسيد شرافي، يوسف بن تاشفين الزاهد العافي، وحد المغرب وهمد العوافي، نظل نمدح كلامي ما كافي، نظل نمدح كلامي ما كافي. بديت بالعامي ماشي لضعفي، الخوفي للظن السراج طافي، بسم الله نشرع في الحرف الشافي، بسم الله نشرع في الحرف الشافي. أهذا حقيق أم أني في توهمي، ولدت بغادة الأرض وبين خير الأمم، سمعت أبياتي فاغتاضت وعقبت قائلة على كلمي، مدحت أطرافي ونسيت وجهي وعيناي وفمي. هوني عليك هوني عليك لا تتعجلي بالحكم، ظننت بي سوءا وبعض الظن من الإثم، أتريني أنسى من أشاركهم دمي، نذرت لهم من الدر الأدم، هم أهل الجود والكرم، منهم تفجرت ينابيع العلم، كابن الياسمين عبد الله بن قاسم، برع في الحساب فصار أشهر من نار على علم، والكملي سعيد المعتصم بالله منه يرتوي قلمي،
ناهيك عن ابن البنا المراكشي الدائع صيته بين الأمم بالإخلاص والهمة والعزم، سميت باسمه فوهة بركان في الجرم. عمدت إلى عدهم فضاعت أرقمي، وأدركت أن من الحمق عد الأنجم، فاكتفيت منهم بالتعلم أني أينما ارتحلت ثبتت قيمي، وأن زينة المرء تكمن في مكارم الشيم، وأن الطفل مهما قدمت له من أكل يبقى أشهى مذاق عنده حليب الأم، يبقى أشهى مذاق عنده حليب الأم. مات الأسبوع في حينا رجل، البعض أنفق والبعض اشتغل، والشباب شمر والفقيه غسل، والكل بما آتاه الله بدل. بكيته وما بكيت قبله جلل، لأنه كان في عيناي بطل، ورثيته بعد أن تفقدت الصف الأول، فرأيته أظلم بعدما عنه ارتحل، فقلت مات الذي كان مثواه بيننا، مات الذي كان للمسجد يسبقنا. كلما ظننت أني أول المصلين أدخل المسجد فأجد عمي باحسين، هو ليس أخا لوالدي لكنه احترام السنين، سأدعو له كلما التقت الأرض بالجبين، وسأرفع الدعاء له بين الأولين والآخرين. اللهم ارحمه وارفعه أعلى عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين. نحن المغاربة فلتأتني بكفء لنا في العالمين، بكفء لنا في العالمين.